سريعه وعائليه وبتخطف العين لما تشوفها في الشارع. بيجو 408 مش مجرد عربيه بجربها، بيجو 408 عربيه انا فعلا نفسي اشتريها. بتحقق المعادله الكامله بالنسبه لي. تيجي موتور 1600 سي سي، التربو بيطلع 215 حصان و300 تورك، مع الفتيس الشيفت باي واير الايسن الثمان نقلات اللي ما فيهوش اي مشاكل. رغم حجمها الكبير الا ان هي ثابته جدا على الارض وبتاخد الملفات مرتاحه والبادي رول قليل. فرامل هايله هتديك ثقه وانت بتجري بيها، ولو لا قدر الله حصل اي حاجه العربيه هتقف، بس ما تتهورش، العمر مش بعزاء. وضعيه السواقه واطيه قوي فمش هتحس انك راكب عربيه اس يو في الا لو قررت ترفع الكرسي. دريكسيون بيجو الصغير اللي دايما هيخليك عايز تجري، ده غير ان التابلو كله لافف ناحيه السواق عشان كل حاجه تبقى سهله قصاد عينك. شكلها ملفت جدا بالنسبه لي، اجمل عربيه لحد 3 مليون جنيه، انياب الاسد وانوار LED شكلها حلو قوي، سحبه كوبيه وانوار خلفيه 3D مبينه كل تفاصيل الفانوس. نظام ايكوك بيت اللي فيه 5 اشكال مختلفه ممكن تختار منهم عشان دايما تحس بالتجديد وما تزهقش. الابل كار بلاي والاندرويد اوتو في العربيه بقى وايرلس، ده غير الوايرلس تشارجر فمش هتحتاج سلوك خالص في العربيه. امبيانت لايتس حواليك بالوان كتير مختلفه ممكن تختار اللي انت عايزه. كاميرات 360 واكتف سيفتي زي اللينكيب اسيست اللي شغال كويس جدا، وفرونت كوليجن وورنينج اللي هيحذرك لو في اي شخص او حاجه قدامك، وهتقرا سرعه الطريق عشان ما تتحججش لما تلبس رادار انك ما كنتش عارف. كل ده مش جاي على حساب الراحه او المساحات. كراسي بيجو المريحه جدا اللي فيها 3 وضعيات ميموري ومساج وتسخين، عفشه مش ناشفه خالص وتمتص المطبات بشكل محترم، وفكره ان هي عربيه ثابته وفي نفس الوقت العفشه مريحه ده ميكس عربيات كتير قوي مش بتعرف تعملها. وشنطه كهرباء مساحتها 536 لتر تؤدي الغرض وزياده. ورغم ان العربيه واخده سحبه كوبيه الا ان المساحات ورا كويسه جدا. فمن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو الصفاصيف، انا بالنسبه لي دي احسن عربيه في الفئه بتاعتها، ولو الاختيار ليا انا دايما هختارها.